الزمالك يا جماعه نزل بيان متاخر قوي، متاخر جدا، بيان ملوش اي لازمه، ما يدخلش ذمتي ببصله حرفيا. البيان ده لو كان نزل في وقته كان عمل اللي ما يتعمل. بيقولك ايه في البيان بقى؟ بيقولك ان زيزو احنا كنا عايزين نجدد تعاقده وعملنا كذا جلسه، بس هو اللي ما كانش بيرضى يجي وكان بيتحجج. طيب والكلام ده ما طلعش في وقته ليه يا حبيبي؟ ولا بعد ما كل الناس عرفت ان هو تعاقد مع الاهلي؟ طيب نكمل. بيقولك ايه كمان؟ بيقولك ان زيزو طلع تصريحات فيك عن نادي الزمالك وعن اداره نادي الزمالك، لذلك احنا حولناه للتحقيق، وهتبقى نهايه يعني علاقته بنادي الزمالك هو نهايه تعاقده مع نادي الزمالك. ايه الجديد اللي انت قلته؟ انا معرفش بصراحه. طيب حضرتك هتحوله لتحقيق ما تحولوش للتحقيق ده لا يعنيني في شيء اصلا. انت خفت تطلع البيان ده لما زيزو كان بيتأمر على الزمالك. ليه؟ عشان انت ادارة ضعيفة وملهاش كلمة. ضعيفة وملهاش كلمة. الادارة الصح لو انت عملت اللي انت قلت عليه ده وعملت اللي عليك وزيزو كان بيتهرب، كنت تطلع تواجه الجمهور. تطلع تواجه الجمهور، مش الجمهور اخر من يعلم. كنت سلمت ساعتها زيزو للجمهور. لكن انت قعدت تطلع تقول لا ده زيزو محترم وبيحب نادي الزمالك وهيجدد، وبعد ما ابوه طلع علينا تصريحات زي الزفت وهددكوا طلعتوا قلتوا ده والد زيزو راجل محترم. انا نفسي اعرف انتوا بتعملوا ايه صح وفي ميعاده ولا اي حاجه ولا حاجه. فانتوا يا ريت تمشوا عشان انتوا مش عارفين تديروا. وكنا بنتريق على ايام مرتضى. امال انتوا جايين تعملوا ايه؟ انتوا جايين تعملوا ايه؟ ما عملتوش حاجه اصلا. تجديدات مش عارفين، ديون وبرضه ما سددناهاش. فانتوا جايين ليه؟ خرجنا من الكونفدراليه وادائنا زي الزفت في الملعب. فاضل لكم ايه تاني نخسره عشان تحسوا ان انتوا المسؤولين؟ البيان ده ما يدخلش ذمتي، تمام؟ ده بيان تهدئه للوضع اللي هو مش هيهدى اصلا.